أهلا بكل مشاهدينا متابعينا على قناتنا قناة فور يو من أجلك، وفيديو جديد معانا من منتجاتنا اللي بنقدمها لكم على القناة. طبعا احنا عارفين الناس كلها بتقول المحتوى بتاعك موسيقى، انت هتغير ولا ايه؟ انت هتنوع ولا ايه؟ انا لقيت في بعض المشاهدين محتاجين بعض الفيديوهات التانية غير المحتوى اللي موجود معانا، فقلت مفيش مشاكل اشارك معاهم الفيديوهات دي واقدم لهم المحتوى اللي هم عاوزينه. بس يا ريت فضلا وليس امرا اللي بيظن ما اشتركش معانا في القناه يشترك معانا، يفعل جرس الاشعارات عشان يوصل اشعار بكل جديد، يدعمنا بالاعجاب بالتعليق، شارك الفيديو مع كل الاصدقاء عشان الكل يستفيد، يتابعنا على التليجرام، على الواتس، على الفيس، هنقدم لكم باستمرار كل يوم الجديد. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن الساعات السمارت، عن نوع جديد من الساعات السمارت، عن مميزاته، عن عيوبه، عن فتح علبه الساعه. النهارده الفيديو بتاع النهارده فتح علبه الساعه وعرض محتويات الساعة، وأقدم لكم فيديوهات تانية كتير بالتفصيل عن شرح مميزات وعيوب الساعة واستخدامها على مدار الأسبوع. طبعا كلنا عارفين إن الناس كلها بتجيب ساعات سمارت عشان خاطر مميزاتها، استخدامها في الرياضة، حساب ضربات القلب، حساب الأكسجين في الدم. الحاجات دي كلها الساعة بتقدر تقيسها من خلال السنسور والمستشعرات اللي موجودة فيها. طبعا واللي بيستخدموها في الرياضة عشان خاطر الجري بتحسب لهم الخطوات بتاعتهم في الجري. فأنا اخترت لكم ساعة من الفئة المتوسطة، ما رضيتش أجيب حاجة رخيصة تزعل الناس تقول إيه الساعات الرخيصة اللي أنت جايبها دي، وما رضيتش أجيب حاجات غالية قوي أوفر عشان خاطر تكون في متناول الجميع. في ساعات بيوصل سعرها ل 5000 وال 10000 جنيه، بس دي مش في متناول الجميع. هلاقي متابعين القناة بيقولوا لي ايه اللي انت جايبه ده؟ دي ساعات غالية قوي، طب دي هنجيبها ازاي؟ طب دي هنشتريها ازاي؟ هات لنا حاجات نقدر نشتريها. فالساعة، الميزة في الساعة بتاعتنا النهاردة ان انت تقدر تجيبها لأولادك لأنها مش غالية قوي. لو اتخبطت، لو اتكسرت، حصل فيها مشكلة ما قدرتش تصلحها، مش هتزعل عليها جامد، لأن الساعة من الفئة المتوسطة، سعرها معقول، سعرها حنين على قد الإيد زي ما بيقولوا. فأنا اخترت لكم ساعة يكون ليها ضمان عشان عيوب الصناعة، عشان الصيانة بتاعتها تكون في الضمان، وكمان تكون إمكانياتها مناسبة وكويسة. نشوف مع بعض الساعة بتاعتنا النهاردة يا جماعة. الساعة اسمها أوريمو، ساعة أوريمو، ساعة انتشرت في الفترة الأخيرة دي، ساعة كويسة جميلة. كل اللي جابها جربها عجبه شغلها، عجبه الأداء بتاعها، وكمان عشان خاطر رخيصة وفي متناول الإيد. الساعة بتاعتنا النهاردة يا جماعة أوريمو زي ما انتم شايفين، أقدر أربطها بالموبايل بتاعي أشوف الرسائل عليها. الساعة مقاومة للماء، مقاومة لقطرات الماء زي ما هو موضح في الصورة، مقاومة لقطرات الماء، يعني ما اروحش اغمرها في المية واقعدها في المية 3-4 ساعات واقول دي مقاومة للماء، لا، هي مقاومة لقطرات الماء، يعني لو وقع عليها مية مش هتأثر عليها. نقدر نستخدمها في الرياضة، في الجري، في عد الخطوات، في الحاجات دي كلها. البطارية بتاعتها بتشتغل معايا لحد 7 أيام استخدام. طبعا زي كل الساعات بتقيس ضربات القلب، بتقيس الأكسجين في الدم، عشان كده بنقدر نستخدمها في الرياضة. وادي الباركود بتاعها زي ما قلت لكم. الساعة دي ليها ضمان لمدة سنة، فمادام ليها ضمان ما نقلقش منها. الشاشة بتاعتها 2.1، يعني الشاشة حجمها كبير، فول اتش دي، شاشة جميلة جدا هتريحنا في الصورة وفي الاستخدام. زي ما انتم شايفين بيقول لك ان الشاشة جميلة جدا، ادائها عالي، تقدر تستخدمها لمدة 24 ساعة الشاشة قايدة. نفتح مع بعض العلبة ونشوف مع بعض الساعة بتاعتنا. كده فكينا الكيس، الصراحة العلبة بتاعت الساعة علبة شيك، شيك جدا.
الساعة طبعا بتيجي بأسورة من البلاستيك أو مطاط زي ما انتم شايفين. بيجي بقى مع الساعة ايه هنشوف. بيجي هنا كابل الشاحن بتاع الساعة، هنشوفه سوا دلوقتي. بيجي ايه تاني معانا؟ بيجي كتيب التعليمات. في حاجة تانية موجودة معانا؟ لا مفيش. طبعا كتيب التعليمات معانا بيبقى موجود فيه شرح عن الساعة، عن طريقة استخدام الساعة، توصيل الساعة. ده محتاج نقعد نقراه بقى باستفاضة كده براحتنا، لأن زي ما انتم شايفين الخط رفيع جدا وصغير. هنقعد بقى ندور كتير على ما نوصل للمعلومة اللي احنا عاوزينها. في الغالب هنستخدم صوره بس، لأن الكتيب معانا كله بالإنجليزي. ده الكابل الشحن بتاعنا الأصلي اللي جاي مع الساعة. من هنا يو اس بي بقدر أوصله على جهاز الكمبيوتر، على اللابتوب، أوصله على الشاحن. بس أنا لازم أختار شاحن الأمبير بتاعه منخفض، الواط بتاعه منخفض، عشان ما يبوظليش بطارية الساعة. ومن هنا الجنب اللي بيتوصل على الساعة. طبعا هنا المستشعرات اللي بتقيس لي طبعا ضربات القلب، وبتقيس لي عدد الخطوات، وبتقيس لي الأكسجين في الدم والحاجات دي كلها. دي مستشعرات اللي شغالة بيها الساعة. ودي المكان اللي بشحن منه الساعة. زي ما انتم شايفين هو بيبقى ماجنتيك هنا، مغناطيسي، عشان أول ما أقربه كده من الساعة يروح لازق على الساعة ويكون ثابت. وبنوصل دي في المكان اللي هنشحن فيه. زي ما قلنا بتيجي بأسورة أو ستيك واحد بس. دي كده كل محتويات. ده الزرار اللي بنظبط منه الساعة، ودي السماعة اللي أقدر أعمل منها المكالمات. ده كان فتح علبة الساعة بتاعتنا السمارت، ساعة أريمو. زي ما قلنا إن الساعة طبعا مش هنفك لزقة ولا كل حاجة، هنخلي الكلام ده الفيديو الجاي يا جماعة، عشان خاطر إيه إحنا النهاردة الفيديو بتاعنا هو فتح العلبة ونشوف المحتويات اللي موجودة فيها. كل محتويات الساعة وصلة الشحن بتاعتنا فقط لا غير. طبعا الساعة هنجربها في الفيديوهات اللي جاية، ونشوف مع بعض الأداء بتاعها عامل إزاي، وخلال أسبوع الساعة أفادتنا في إيه، والأداء بتاعها ريحنا ولا لا. كده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب تكونوا استفدتوا منه. في انتظار دعمكم لينا يا جماعة. اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم إشعار بكل جديد. دعمونا بالإعجاب، بالتعليق، شاركوا الفيديو مع كل أصدقائكم عشان الكل يستفيد. تابعونا على التليجرام، على الواتس، على الفيس. هنقدم لكم باستمرار كل يوم الجديد.